تعالى اقولك على طريقتي في عمل الفسيخ، طريقة مضمونة 100%. هتعملي احلى فسيخ مفهوش ولا غلطة. وكمان الفترة دي هتكون مناسبة جدا ان انت تعملي فيها الفسيخ بتاعك لشم النسيم. كل سنة وانتم طيبين. هو فاضل 15 يوم على شم النسيم، فالفترة دي كفاية جدا ان انت تلحقي تخليلي فيها الفسيخ بتاعك. وكمان انا هقولك على شوية حاجات كده لو عملتيها يطلع الفسيخ بتاعك احلى من فسيخ ام مكة. وكمان ممكن تضربيها في المشروع بتاعك. انت ممكن تحبي تعملي مشروع، المشروع ده كويس جدا، ممكن تربحي منه ربح كويس جدا. وكمان هو مش بيكلف جدا خالص، يعني انت هتعمليه بنفسك. شايفين السمكية عاملة ازاي بعد التخليل؟ التخليل ب15 يوم بس بتطلع لك السمكية زبدة وطرية. وكمان اللون بتاعها زي ما انتم شايفين لون حلو جدا. اول حاجه يا جماعه لازم نكون بنشتري السمك بتاعنا يكون صابح، يكون الخياشيم بتاعته حمراء، ويكون السمكيه ماسكه نفسها ما تكونش طريه. ليه؟ لان سبب نجاح الفسيخ ان تكون السمكيه بتاعتك صابحه. ما ينفعش ان انت تطلعها من الفريزر وتعمليه، لازم يكون صابح، وتكون العين بتاعتها بتلمع. وتمسكي البطن بتاعتها ما تكونش طريه، لان لما بتكون طريه بتبقى واكله، ودي اللي بتطلع ريحه مش كويسه في التخليل. شايفين عينيها بتلمع، ودي السمكه البوري، ما نجيبش اي نوع تاني. انا جبت 2 كيلو، الاتنين كيلو عاملين 4 سمكات، الكيلو ب200 جنيه طبعا على حسب سعر البوري في المكان اللي انتي قاعدة فيه. طبعا كل بيختلف من مكان لمكان. دول 2 كيلو 4 سمكات، جبتهم زي ما انتم شايفينهم صابحين، والعين بتاعت السمكة بتلمع. وزي ما قلت لكم لازم أن يكون سمك بوري مش اي نوع تاني عشان الفسيخ بتاعك يطلع حلو. تابعيني بقى، وفي الفيديو دوت هقولك على شوية حاجات كده كمان ان انت تعملي الفسيخ بتاعك احلى من فسيخ ام مكة، وممكن تعملوا كمان منه مشروع مربح جدا. اول حاجة هنعملها هنمسك السمك بتاعنا تحت الحنفية، نغسل الخياشيم بتاعته لان بيبقى فيها ساعات حاجات سودا كده، فلازم الخياشيم بتاعتنا تكون نظيفة عشان ده سر نجاح الفسيخ معاكي. شايفين الخياشيم لونها احمر، هو السمك صابح بس لازم اغسله برده كويس عشان ما يكونش فيه اي رواسب موجودة جوه الخياشيم تبوظ لي التخليل بتاعي. شايفين اللون احمر وجميل ازاي؟ فلازم بس انا اغسله تحت الحنفية. وبعد كده بتشوفي مصفى عندك توقفي فيها السمك، توقفي السمك فيها لمدة 6 ساعات علشان يصفي كل المية اللي فيه، واي دم موجود في السمك يتصفى من السمكة بتاعتك، عشان خاطر الدم دوت والمية دي ممكن هي اللي تبوظ لك التخليل بتاعك. زي ما انتم شايفين انا بغسل الخياشيم بتاعتها كويسة وبغسل السمكية. شوفي انت هتشتري كيلو البوري ب200 جنيه، شوفي انت لو انت حبيتي تشتريه متخلل من بره شوفي بكام كيلو الفسيخ بره. انما انت هتعملي حاجة نظيفة انت اللي عاملاها بايديكي، وهتعملي فسيخ مفيش بعد كده، مفهوش ولا غلطة. جربوا الطريقة ديت، ولما تعملوها يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات عمل معاكي ايه. طبعا زي ما قلت لكم ان انا بغسل الخياشيم كويس جدا. شايفين السواد اللي بيبقى طالع منها ده؟ لازم ان يكون الخياشيم بتاعتي نظيفة خالص. طريقة الغسيل ديت مهمة جدا، لازم نتأكد ان مفيش اي حاجة موجودة في قلب الخياشيم بتاعت السمكية. انا ما بشتريش فسيخ من بره خالص، انا اللي بعمله بنفسي في البيت وبيطلع جميل جدا. طريقته سهلة جدا، مش محتاجة ان انت تروحي تشتري الكيلو من بره ب400 ولا ب500. بالعكس انت ممكن تعمليه بأقل سعر موجود للسمك البوري. طبعا كان السمكية لما بتكون كبيرة بتبقى احلى من السمكية الصغيرة، لانها بتبقى مليانة لحم معاكي، بتبقى حلوة بعكس البوري اللي هو بيبقى صغير. فلما نيجي نشتري السمك البوري للتخليل لازم نجيبه السمكة تكون كبيرة. انا جايبة السمكية زي ما قلت لكم ال4 سمكات 2 كيلو، يعني الواحدة نص كيلو. شايفين المية نازل فيها الرواسب اللي بتبقى موجودة في قلب الخياشيم من جوه. اهم حاجة غسيل الخياشيم بتاعتي ما يكونش فيها اي حاجة. انا كده خلصت ال4 سمكات اللي انا شارياهم.
شايفين المية عاملة ازاي؟ الخطوة اللي جاية دي مهمة جدا، مهمة جدا جدا في طريقة التخليل بتاعتك، عشان ما يبقاش فيه ريحة للفسيخ وانت بتخلليه. ان انت تصفي الفسيخ بتاعك، تسيبيه من 6 ساعات، لو سبتيه 8 ساعات مش هيجرى له حاجة، عشان السمكية تنشف خالص، لو فيها اي دم هينزل. فالطريقة ديت سر نجاح الفسيخ، ان انت لازم السمكية بتاعتك تسيبها تصفي خالص. لو انت عندك حاجة غير كده ممكن توقفي السمكية بحيث ان هي تنزل كل حاجة موجودة فيها. التخليل بتاعي بقى انا اجيب ملح خشن، ما ينفعش ملح ناعم خالص للفسيخ، وبحط عليه معلقتين شطه كبار. في ناس بتحط كركم، انا مش بحب ان انا احط كركم، انا بحط شطه بس اللي هي ماده حافظه بس للفسيخ. وما ينفعش كمان مره قلت لكم ملح ناعم ما ينفعش خالص في تخليل الفسيخ، هو ملح خشن. انا جبت نص كيلو، شلت منه شويه صغيرين، والباقي عملت عليه 3 معالق شطه. وده السمك بتاعي بعد ما نشف بعد 6 ساعات، هبدأ بقى انشفه كمان بالمنديل، وادخل المنديل في قلب الخياشيم، لازم أنا اتأكد ان مفيهاش اي حاجة خالص. مهمة جدا الخطوة دي لنجاح الفسيخ بتاعك، عشان ما يعملش معاكي اي ريحة وانت بتعمليه في خلال الايام التخليل، ان هو يطلع معاكي اي ريحة. فلازم تتأكدي ان الخياشيم بتاعتك ناشفة خالص والسمكية بتاعتك ناشفة. موضوع ان انتي بتسيبيه 6 ساعات دوت بينشف لك السمكة من اي مية فيها او اي دم فيها، فبتنزل كل حاجة فيها، فدوت بينجح لك عملية التخليل بتاعتك. انا همسك سمكية سمكية انشفها كويس جدا، وزي ما قلت لكم الخطوة دي مهمة جدا. انتي ممكن كمان وانتي سايباه اللي هو فترة التنشيف، ممكن تحشري فيه منديل في قلب الخياشيم، بحيث ان هي لو في اي مية نزلت المنديل يمصها على طول. شايفين انا بنشف السمكية كلها ومن قلب الخياشيم بتاعتها، مهمة جدا موضوع تنشيف السمكية. ما تكسليش ان انت تسيبي السمك 6 ساعات، لا سيبيه عشان تاخدي احلى فسيخ. من الطريقة ديت لازم أن السمكية بتاعتك تكون ناشفة، ما تخافيش تسيبيه 6 ساعات، في ناس بتسيبه اكتر من كده كمان. بس لو عملتوا الطريقة دي ونجحت معاكوا، يا ريت ما تبخلوش عليا بقى في كومنت جميل كده، وتقولوا لي انت عملتوا ايه وطلع معاكوا عامل ازاي. بمسك سمكية سمكية ببدأ انشف فيها زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انت لو انت اول مره تعمليه ما تجيبيش كميه كبيره، هاتي 2 كيلو بس كده على قدك ما اعمليهم. وبعد كده شوفي طريقتي لو نجحت معاكي، وان شاء الله هتنجح معاكي، لان انا بعملها على طول وبتطلع معايا احلى فسيخ، بيبقى عامل زي الزبده. انت ممكن بقى تعملي منه مشروع مربح منك، مربح ليكي وانت قاعده في البيت، تعملي مشروع الفسيخ. وان شاء الله الضرب بمكف في الفسيخ بتاعها، انت تعملي فسيخ احلى منها كمان، وبتاكلي حاجه نظيفه انت اللي عاملاها في بيتك وبأقل التكلفه. ما تستعجليش، نشفي السمكية كويس جدا قبل ما تبدأي مرحلة التخليل بتاعتك. انا حبيت اصور لكم كل حاجة انا بعملها في قلب الفسيخ عشان تعرفوا الخطوات بتاعته بكل تفاصيلها. انا كده نشفت الفسيخة شايفينها ناشفة ازاي كده، ما فيهاش اي سوائل ولا اي مية خالص ولا اي دم، انا اتأكدت ان انا نشفتها خالص. هبدأ البرطمان بتاعي احط فيه شوية ملح بشطة في القعر بتاع البرطمان، لازم أنا احط شوية كده. وبعد كده بقى همسك السمكية بتاعتي، افتح الخياشيم بتاعتها وابدأ اعمل لها، احط لها فيها الملح بالشطة. وكمان الطريقة دي اللي انت بتحطي ملح في قلب الخياشيم، السمكية ما بتطلعش معاكي حادقة خالص، يعني بتطلع الملح بتاعها مظبوط. هيطلع معاكي جميل جدا ومفهوش حضية خالص، هتلاقي السمكية حدقها حلو قوي. بتأكد ان انا مليت الخياشيم بتاعتها بالملح والشطة، وزي ما قلت لكم الملح الخشن مش ملح ناعم، الملح الناعم مش حلو للفسيخ.
كده انا عملت اول سمكية، اتأكدت تماما ان انا حشيت الخياشيم بتاعتها. هبدأ انزلها في قلب البرطمان بتاعي. طبعا انا حطيت ملح وشطة في قعر البرطمان، وهبدأ الف السمكية في قلب البرطمان زي ما انتم شايفينها كده. وهبدأ في التانية ونفس الخطوة اللي انا عملتها، بحشي الخياشيم بتاعتها بالملح والشطة. وهبدأ انزل برضو التانية عكس الاولانية، بلفها في البرطمان. ونفس الخطوة برضو بحشي الخياشيم كويس جدا بالملح والشطة. وزي ما قلت لكم ان الشطة دي مادة حافظة مش اكتر. الناس اللي بتحط كركم ملوش لازمة، علشان لو انتي كترت الكركم في السمك بتاعك هيمرر. يعني الناس اللي بتعمل السمك بكميات كبيرة ما بتحطش كمان شطة، بتحط ملح بس. انا حاطة بس الشطة هي كمادة حافظة للفسيخ بتاعي. وده انا عملته واحدة عكس واحدة في قلب البرطمان بتاعي. وضروري جدا ان انتي تقفلي البرطمان بتاعك قفل محكم، بحيث ان ما يخشلوش اي هوا خالص. انا كده خلصت الاربع سمكات، حطيتهم زي ما انتم شايفينهم واحدة عكس واحدة، والملح اللي فاضل رشيته على السمك من فوق. شايفين الجمال؟ ببدأ بحط اي كيس بلاستيك على البرطمان من فوق عشان ما يخشلوش اي هوا، وببدأ الف الغطا بتاع البرطمان كويس جدا بحيث ان ما يدخلش للسمك بتاعي اي هوا خالص. ده تاني يوم بدأ السمك بتاعي ينزل المية بتاعته. هسيبه انا كده عاملاه يوم 15 رمضان عشان هناكله في العيد. بس انا قلت اقول لكم برضو اللي نزلت لكم الفيديو دوت عشان لو هتلحقي تعمليه للشم النسيم، فده الوقت المناسب جدا ان انت تعملي فيه. انا سبته 15 يوم. هبدأ افتح عليه بقى واشوف السمك بتاعي عمل ايه. ده بعد 15 يوم السمك بتاعي اتخلل بقى حلو قوي. هنشوفه مع بعض، هفتح لكم كذا سمكية ونشوفها مع بعض. شايفين شكل الجمال؟ السمك تحفة. وبص الشكل بعد التخليل، ولونه كمان لونه حلو قوي، مش محتاجة ان انت تحطي كركم خالص. هي الشطة مع الملح مدية لون للسمكية جميل قوي. وكمان السمكية طرية عاملة زي الزبدة، مش محتاجة ان انت يعني تعملي فيها اي حاجة. هتشوفي الفسيخ اللي انت خللتيه بنفسك هيبقى احلى من فسيخ ام مكة. شايفين الجمال؟ انا هطلع اتنين بس اعملهم عشان خاطر دول اللي هاكلهم في العيد، وهسيب الاتنين التانيين لشم نسيم ان شاء الله. شايفين السمكية طرية ازاي؟ ده بعد ما انا فتحت الفسيخ بتاعه زي ما شايفينه كده. بص عامل ازاي زي الزبدة بالظبط. اللحم بتاعه دايب، ومش عايزه اقول لكم على طعمه كمان، طعمه خطير والريحة بتاعته جميلة جدا. هتعجبك. اعملي الفسيخ بالطريقة ديت وانتي هتعمليه على طول، وممكن كمان تعملوا منه مشروع. شايفين لونه وردي وجميل، وكمان اللحمة بتاعته دايبة خالص. وكمان الطعم مش عايزه اقول لكم بقى، الطعم بتاعه حكاية. شايفين اللحمة بتاعته عاملة ازاي؟ دايبة خالص. وكمان الحدق بتاعه مش حادق خالص، يعني مش مضر خالص زي ما انتي هتاكلي حاجة حادقة قوي. لا، الحدق بتاعه حلو قوي. ده انا قطعت السمك بتاعي كده، وكمان رشيت له زيت وليمون، ظبطته. وكمان في عملته مفصصته خالص عشان اللي ما بيعرفش ياكل كده ياكله متفصص على طول. شايفين الجمال؟ يا ريت بقى لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش بقى في لايك واشتراك في القناة، وقولوا لي رأيكم ايه. لو انتوا خللتوه قولوا رأيكم فيه ايه.